لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش عارف الواحد يروح فين ويجي منين. إيه اللي الواحد بقى عايش فيه ده؟ اللي يصبح فيه ينام فيه، اللي يصبح فيه ينام فيه. ايه يابا مالك في ايه؟ مفيش حاجة يا كريم، مفيش حاجة يا ابني، باخد ودي مع نفسي كده. طيب ماشي، بقول لك كنت عاوز منك طلب كده صغير. طلب؟ انت خير عارف إن ان شاء انا الله. خلاص هتخرج من كلية طب والحمد لله. مبروك. الله ده يبارك أنا مش فيك. عايز أكشف بالي 3 سنين مستنى أما تتخرج عشان تكشف عليا. هكشف لك يابا، بص، واول كشف ليك ببلاش. تقول لي أنت كنت عايز تاخد يابا فلوس ولا بهزر إيه؟ معاك يابا، انت ما بتعرفش ما تهزر أنت ده يابا. أنت عيل ما عندكش، أقول لك إيه بس؟ خلاص بس حقك خير. عليا. المهم بس كنت عاوز اجيب بلطو وسماعة كده وطربوش ابيض. هو أنت ليه يا ابني بتسبق البلا قبله؟ هو أنت اتخرجت؟ بلا ايه يابا، بقول لك ان شاء الله هتخرج خلاص في شهر 9 اهو. طب أما تتخرج يا عم نبقى نجيب الحاجة. وطربوش أبيض أنت هتشتغل طباخ؟ يابا طباخ ايه يابا، ده الطربوش الابيض ده بيجي مثلا بيتحط على المكتب كده، ايه يعني لزوم الشغل، يعني هي حاجة لازم تيجي ما تبقى موجودة على المكتب. والسماعة بقى زي ما انت فاهم كده. سماعة؟ سماعة إيه يا ابني الله يهديك؟ يابا بس ايه ده، بس كده عارف انت السماعة لما تروح تكشف عند دكتور ويعرف ان قلبك تعبان، تقوم جاي اه حاططها لك على قلبك كده يقيس اه ضربات قلبك سريعة ولا لا. حلو هي اه. دي السماعة دي بقى اللي انا بحطها في وداني بقوم جاي. والله ما حد تعبان قلب ولا انا، والله يا ابني ليه انت عايز بس؟ تجلطني يا ابني. اما تتخرج ابقى اجيب لك الحاجات دي، طربوش يابا ده وسماعه. كلها 15 يوم وهتخرج يابا، في ايه اما يابا؟ بقول لك ايه، البلطو مقدور عليه. في جلابيه بيضه جوه ما بلبسهاش بقالي كتير، قصها وشقها يابا واعملها بلطو. جلابيه ايه بيض، وانا بقول لك انا نازل. والسماعه اي سماعه، الواد اخوك بودة كان حاطط بتاع زي الووكمان كده، بهات وانا اعمل لك انا السماعه دي اظبطها لك. الله وكمان يبارك لك يا وكمان كريم، ايه سيبني يابا؟ ده انا بكلم نفسي. هو انت عايز مني ايه يا ابني؟ يابا بقول لك يابا انت مش فرحان وطربوش بيا. ابيض، اي ورقه في الاسكاب بيضه اعمل لك انا انا انت مش عايز الحاجه دي، انا هجهزها لك بكره يابا ان انت شاء هو انت الله. محسسني وانت هتنكرني في دكتور، بقول لك انا هتخرج من كليه يا طب. ابني انت ليه بتتريق يا ابني؟ انا بتتريق بتريق، انا عليا؟ بتريق على الكلام اللي انت بتقوله، انا حاسك مش فرحان بيا كده، يعني مش مبسوط، ما جريتش جبت لي هو حد الحاجه. يعيش في وسطكم ويبقى فرحان؟ حتى ما عرضتش على اخد الاوضه اللي جوه افتحها عياده ولا اعمل اي حاجه، انت مش اوضه فرحان ايه بيا. وانام فين انا ان شاء الله؟ نام فين؟ ما مع عندك انك ما الشقه اصلا. فتحت عياده، انا طب اعمل لك ايه انا؟ ايه يا عم يا عم ما تتعبنيش بقى، ده انا كنت بكلم في نفسي. روح الله يبارك لك، اتكل والله على يابا الله. انت كرهتني بقى. الجلابيه في الدولاب، روح قصها وروح اعملها بلطو واجري واعمل جلابيه؟ منها طربوش. وانا بقول لك انا نازل الغيطه عايز تقول لي جلابيه. روح يا عم. الجلابيه بيضه وطربوش قال هشتغل لي طباخ، على جاي يشتغلني وسماعه قال. الحمد لله الواحد زي والله بقت عيشه بقت تطهق. يا كريم مالك ماشي بتكلم نفسك في ايه يا يا عم ابني؟ اكلم نفسي يا عصفور بقى، ابوك اللي اصلا بقى بيحبط الواحد ده، كل ما اجي اتكلم معاه في حاجه يقول لي مفيش مش هعمل لما تتخرج. بقول له فاضل لي 15 يوم واتخرج، عايز سماعه وعايز بلطو وعايز الطربوش الابيض، مش عايز يجيب اي حاجه يا منه. عم كل حاجه تجيلك يا عم كريم، يا ما عم كل حاجه تزعلش تجيبه، خش نفسك. جوه اصلا مش عايز يجيب حاجه، بيقول لي عندك جلابيه خش اقطعها واعملها بلطو، يا جلابيه عم اللي هو عم. كبير برضه يا كريم، ما كبير تدقش ايه يا عم، يابا. يعمل الحاجه دي بالكبرى يا ولا عم بالصغرى يا عم اسمع عصفور؟ بقى يا بدل كريم ما بقى. يشجعني. يا عم اسمع، انا اشجعك يابا، اللي انت عايزه وكمل في اللي انت فيه يا عم دوت. طلع عينك يا عم، انت يا فكر عم اللي مالكش مكفيك يا دعوه عم. باللي انت عايزه، بكره الحاجه بتاعتك يا عم، تعالى خد مني فلوس وهات اللي انت عايزه. يا عم لا انا مش هاخد منك فلوس يا وانا اخش عصفور، يا عم خلاص. اسمع الكلام بقى، وانا اخش اكلم ابوك افهمه يا كريم. ماشي يا وحد عصفور. يطول يوصل للي انت وصلت له ده يا ابني، ربنا يبارك لك يا ابني. والله يا بابا انت عارف انا مش بحب خالص اتقل عليك، انت اي حاجه كده تتبقى منك انت اديها لي وانا اروح احجز بقى الدروس. ربنا يبارك لك يا معايا بنتي، يا ريت كل يا اخواتك حاج. كانوا زيك كده. يا حاج. يا عصفور طب قومي جهزي غدا لاخوك، قوم حاضر يا قومي يا بنتي. ازيك يا عصفور عامله يا حاج. الحمد لله يا حبيبي، تمام زي الفل. بقت تمام دلوقتي احسن من امبارح. والله اللي يعيش مع اخواتك دول اصلا يمشي على ايده. يا عم اهدى بس، هم مش فاهمين حاجه، عيال صغيرين بيدلعوا على حس ده الوضع. الواد داخل لي شحط طويل عريض ويقول لي عايز طربوش ابيض قال، طب أنا جاي وعايز أكلمك سماعه بقى. وعايز يا عم بلطو، اسمعني مش بقى. شايلني همه وانا عايزك- بعلمك يا ولا عم اجيب اسمعني لك ولا بس اعمل يابا، لك هدي ايه؟ نفسك بس. خنقني وتعبني يا اخي وخرجنا عن شعوري وانا قاعد بس. بكلم يا نفسي عم ما اصلا. تصبر بقى. انا جاي اكلمك اصلا بخصوص كريم دوت، عايز اقول لك يابا هتوحد ما تخلينيش ازعل منك واتضايق منك، ما تفتحليش السيره دي، هتقول لي انت يا عم التاني. وحد الله، طيب وحد لا الله. اله الا الله. طب وحياة ربنا ما حد يقدر يوصل للي كريم وصله دوت. انت ليه يا بتهزر؟ عم؟ يعني انت صارف المصاريف دي كلها وجاي في الاخر تتكلم على بالطو وسماعه. يا ابني انا خلاص، انا ما بقاش فيا جهد. بص انا جبت اخري، ده احنا هعمل ايه تاني؟ يا كريم ده انا احنا- كتر الف خيري. اعمل كريم ده ايه؟ احنا نتشرف بيه، كريم ده يابا انت بتهزر. يا حبيبي على عيني دكتور. انا حرمت نفسي من كل حاجه حلوه عشان خاطر اوصل كل يبقى واحد ربنا- فيكو لباب بيته. اعمل ايه تاني يا ربنا حبيبي؟ يكرمك وتكمل للاخر وتسيب كريم يوصل للي هيوصل له ده يابا. طب انا معيش هعمل ايه؟ بقول له الجلابيه جوه، ما تروح تقصها واعملها بلط. هي دي قصه يا عم عصفور؟ الحاج ده كان زمان على ايام كنتوا الكلام ده مفيش الكلام دوت، ده دكتور يروح بانضف حاجه كمان، ده ابن الحاج هاني الملواني، يعني ما ينفعش يروح كده. جابك المحامي بتاعه، عممني لا عممني. اله الا الله، اشتري مني بس اللي بقوله لك. كريم يابا اللي هتاثر فيه هدفع عنه. خلاص يا عصفور انا هروح اتداين واستلف عشان خاطر يا عم اجيب له لا إله البلطو إلا- والطربوش بتاعه اللي هو عايزه. الناس حاجه اذا تانية؟ كان حد بيديك عشان ابنك طالع دكتور برضه يا عم الحاج. انا افضل متدان طول العمر بقى عشان الدكتور
راح الدكتور جه فرحتي بالدكتور وبكره يتجوز ومش هشوف وشه اصلا. والله يابا اللي انا بقول لك عليه ده الصح. حاضر. اشتري مني وهتلاقي كلامي في الاخر صح. انا عمري حاضر. قلت لك على حاجه وطلعت صح في الاخر؟ للاسف كلها بتطلع غلط. يا عم الحاج فك، انا بهزر معاك. والله يا عصفور يا ابني انتوا ما حد فيكم حاسس بحاجه ولا حاسس باللي انا فيه. كل واحد فيكم اهم حاجه مصلحته، اهم حاجه عايز يقضي اللي هو عايزه وخلاص. لا بقى لا ازاي ولا بكام ولا منين ولا فين ولا اي حاجه. والله يا عم الحاج ربنا ده انت يصلح المفروض حالكم. اصلا تبقى فخور كده بينا ما شاء الله. عارف كريم عليا النعمه، كريم دوت اصلا نزلته في الشارع دي اصلا. الواد دوت اصلا مكانه مش هنا اصلا يا حاج. مكانه فوق. لا لا اله الا الله. الواد ده ربنا يكرمه ان شاء الله. بإذن وهتقول الله. ابن الصغير قالها. الواد ده ان شاء الله ليه مستقبل. يا مسهل افتح الحال. له حته عياده كده وتبقى الدنيا حلوه ان شاء الله وسدد كل اللي عليك. جميل. الواد ده ما بيقصرش، الواد مين اللي جدع. هيفتح له عياده؟ ده انا اللي هفتح العياده؟ اه امال هو لازمته إيه في الحياه؟ هو اما اللي انا هيكشف. اما انا اكلت وشربت وعلمت ونيلت وجبت بلاطي وجبت طرابيش وافتح عياده كمان؟ لا اله الا الله. ما انت تدي له حد المفتاح يا حاج وهو يكمل بقى، وده يبقى كده كتر الف خير. كتر خيره. لا استنى، انت كلامك مظبوط صح. والله يا عم الحاج انا هسيبك وامشي عشان بصراحه كلامك كده ما تزعلش مني، انت ابويا على دماغي. كلامك بصراحه مش مين عاجبني. هيدافع له؟ لا انا شايف ان هو ماشي. بيعمل حاجه حلوه مش بيع يعني. لا حاضر. الواد بيشرب ولا بياخد فلوس والله يطلعها حاضر في يا الهوا. عصفور يا ابني، بس انا في ظروفي يا حبيبي والله ربنا واحد واعلم. طب ما تطلع انت وساعد معايا. انا عارف انت لو بدل ما انتوا رامينها كلها عليا كده. المفروض كل واحد فيكم شغال بسم الله ما شاء الله، اللي شغال مهندس واللي شغال استشاري واللي شغال برضه هو بصوا لي. لازم انا اقول لك ان احنا بنعمل من وراك يعني؟ لازم انا اقول لك كده؟ يعني انتوا بتساعدوه بقى من ورايا؟ ايوه طبعا. امال هو وصل كده اللي هو فيه ده؟ دي مصاريفه تقيله اصلا كريم، طب ربنا اللي يعلم بيه. ربنا يبارك فيك والله يبارك لك بقى. هات له البلطو والطربوش الابيض وبيقول لك عايز حته سماعه كده اللي بيكشف بقى على قلب الناس اجيب له العيان. سماعه واجيب الله له يبارك. بلطو واجيب له مكتب وايدهم كمان. عليا يا عم، ولما اقبض المعاش اديهم لك. يا عم حاجة ولا تانية يا ايدهم عم. ولا حاجه، ده اخويا والعياده دي برضه. ربنا يصلح الحال. ابقى الشقه اللي تحت ابقى افضلها وامشي الساكن اللي فيها وافتحها له عياده. اصل هو اللي بياخد الفلوس يضيعها في الهوا ولا قهاوي ولا والله يا ابني الكلام انا معاك، دوت. بس انا والله غصب عني يا حبيبي، والله غصب عني. كلمتين حلوين زي دول تقولهم له كده حاضر. احسن من اللي انت بتقوله له ده. اما حاجة. يجي هبوس على دماغه واقول له لا حقك عليا. استغفر الله، احنا اللي نبوس على دماغك يا عم. يا عم حقك ربنا عليا. يبارك فيك روح يا ابني. اتوكل على الله عشان الحق شغلي. طب استنى اتغدى سوا، اختك بتجهز لا ده الغدا. مفيش وقت، ده انا اتاخرت. ربنا السلام يسهل عليكم. ربنا يصلح لك الحال. سلام يا حبيبي. خلاص يا بنتي سك على الغدا.